لكم مشاهدينا بفرح ممتد وأماني إن شاء الله تتحقق. مع قدوم العام الميلادي الجديد بطاقات تهنئة بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى قادة الدول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، أعرب فيها جلالته عن متمنياته لهم بسنة سعيدة يعمها السلام والرخاء. بذات المناسبة توصل جلالته ببطاقات ورسائل التهاني من قادة الدول وعدد كبير من الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والسعادة وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي. من دول العالم قدموا إلى مراكش لقضاء احتفالات رأس السنة، وكما هي مراكش ساحرة مضيافة أنوارها سطعت بهجة وفرحا بقدوم ضيوف إلى المدينة، فتهيأت الدور والفنادق لاستقبال سياح مراكش في سنة حققت فيها السياحة أرقاما استثنائية. مراكش في ليلة رأس السنة، الصورة معك الحسن هبار رفيق جماد. ينتهي عام ويبدأ آخر. هنا في مدينة مراكش وضعت الفنادق والمنتجعات السياحية لتهنئة السياح بقدوم العام الجديد. تقدم هذه المركبات السياحية عروضا تراثية مغربية صرفة ابتهاجا بمقدم عام جديد. إنها المرة الأولى التي نزور فيها مراكش. قدمنا للتو من المطار، نتمنى عاما سعيدا للجميع. Les touristes ils sont déjà attirés par Marrakech vu que c'est une capitale touristique وعندهم حتى هنايا هذا المركب حتى هو يريبريزونت مراكش عندنا très زعما très bien و il est rentré في patrimoine. C'est devenu un patrimoine. ما جا السائح، كاين سائح اللي تيجي ويجي بعض المرات غير لمدينة مراكش، تيجي يشوف ماروك ان مينياتور، سيتادير الثقافة ديالنا المغربية من ناحية الفولكلور اللي تيمثل أي منطقة في المغرب، من ناحية ديال الضيافة المغربية، الاستقبال المغربي. ويبدأ عام 2024 وسط أمان مختلفة، لكن مضمونها يتوحد في طلب الأمن والسلام عبر العالم. الله تكون آخرة الأحزان ويكون السلام في العالم كله بإذن الله، وبركة من الحروب والله غير معينة، والمغرب إن شاء الله في ازدهار وفي أمان وسلم. وتندعو 2023 ونستقبلوا الحمد لله إن شاء الله 2024، وبغينا يعم السلام والأمان ويكثر الحب. تصبح نسبة الحجوزات في الفنادق والمطاعم في هذه الفترة من كل عام 100% تقريبا بمدينة مراكش، وحسب أرقام رسمية فالمملكة استقبلت خلال عام 2023 أكثر من 13 مليون سائح. ولتأمين الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة خطة أمنية محكمة شارك فيها أزيد من 2500 عنصر من مختلف التشكيلات الأمنية في طنجة، سدود أمنية ثابتة وأخرى متحركة، فرق للدراجين وأخرى خاصة بمكافحة العصابات توزعت على مختلف محاور طنجة. من هناك صدق بن زينة، فاضل سعدوني. إنها آخر التعليمات قبل بدء انتشار مختلف الفرق الأمنية بمدينة طنجة لتأمين الاحتفالات بحلول السنة الجديدة، حيث قامت ولاية أمن طنجة بتجنيد جميع الوسائل البشرية واللوجستية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارتها. أزيد من 2500 عنصر من الأمن الوطني والقوات العمومية تجندت على مدار ساعات ليلة أمس. وكمبدأ أساسي في هذه الاستراتيجية هو تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين مقيمين وأجانب، وتفعيل الدور الاستباقي والوقائي. هذه الترتيبات غادي تبان لكم بشكل جلي على مستوى جميع المحاور ديال المدينة، سواء على مستوى المنافذ ديال المدينة أو على مستوى الفنادق أو المحلات العمومية اللي غتعرف احتفالات بهذه السنة الميلادية.
عناصر من مختلف التشكيلات الأمنية توزعت على مختلف المحاور الحضرية، ووضعت السدود القضائية عند مداخل المدينة، بالإضافة إلى سدود أمنية متحركة اشتغلت إلى جانب باقي الفرق الأمنية وفق خطة محكمة من القيادة الأمنية ضمانا لأمن المواطنين وحماية لممتلكاتهم. إجراءات خدتها السلطات العمومية وكتبان مجسدة هنايا من خلال الحضور الأمني والتنظيم ديال السير والجولان والحضور ديال فرق أمنية كثيرة، سواء اللي واقفة هنايا ولا اللي كتمشى مع المواطنين، وهذا فيه هذا كيبعث على الارتياح وعلى الاطمئنان، وأن الإنسان كيقدر يدوز هذه الليلة يعني زعما في ظروف آمنة. طنجة هذه العشية راه زاهية، الإجراءات الأمنية تبارك الله تحية لهم، من حيث تبارك الله كل شيء واقف على قدم وساق. هي إذن خطة أمنية متكاملة الجوانب تنهض على المقاربة الاستباقية والوقائية، أبانت عن فعاليتها ونجاحها في تأمين ليلة الاحتفال بحلول السنة الجديدة وسط أجواء يطبعها الشعور بالأمن في مختلف محاور وفضاءات المدينة. المغاربة يستقبلون عاما جديدا بتحديات كبيرة وطموحات أكبر، صرف المزيد من دفعات الدعم الاجتماعي ثم الدعم الموجه لاقتناء السكن من بين أوراش أخرى تراهن عليها المملكة المغربية لتكون في مصاف الدول الكبرى. من رباط محمد بو بكر، مصطفى السعدوني. يتسلم العام الجديد مفاتيح الصفحة البيضاء مستعدا لتأليف قصة جديدة بأحداثها وتحدياتها. طموحات بارزة تنتظر المغرب والمغاربة في بداية العام الجديد، صرف تعويضات الدعم الاجتماعي المباشر مرورا بطي صفحة الإضرابات بقطاع تعليمه. السنة إن شاء الله دخلنا بالصحة والسلامة والرفاهية والأوراش ديالنا يمشيو لقدام. احنا مقبلين على بزاف ديال التحديات، وهذا الدعم هذا ديال سيدنا الله يزيد في خيره والله يزيد في خير المغاربة كاملين، وما نكرهوش يزيد عاود يحركوا شوية المشاريع باش الناس تخدم. منه هذا الدعم يكون مناسب للناس الدراوش إن شاء الله بحول الله، وفي الحقيقة غادي يعاون. وفي بداية الصفحة الجديدة تتجدد آمال وطموحات أولياء الأمور لعام جديد يلتحق أبنائهم فيه بالمدرسة ويعود فيه الأساتذة إلى مقرات العمل لاستدراك الزمن المدرسي. كنتمنى بمناسبة العام الجديد كل واحد يحقق الأحلام ديالو وترجع القرايه ابتداء من الغد. كنتمناو من الدولة تحسن من الجودة ديال التعليم، وكذلك الأساتذة يعني تشوف لهم شي حل ان شاء الله باش تفادوا هذا الشيء ديال اللي ضربت بزاف، حيت هذا العام كله راه داز غير هكاك اللي ضربت من شهر 9 للبدايه حتى راس السنه راه كلشي اللي ضربت. يقف الشارع المغربي على أعتاب عام جديد بترقب وبكثير من الأمال المعقودة على انفراجات محتملة في عدد من المجالات. واحتفالية العام الجديد أعدها للظهير هشام خليل، احتفالية العام الميلادي الجديد بعروض مبهرة بدءا من سيدني مرورا بلندن، نيويورك، باريس وغيرها من العواصم الدولية. والاحتفالية ما كانت لتمر في الولايات المتحدة الأمريكية دون رسائل سلام وأمر لأهل غزة، مسيرة بموازاة هذه العروض بمطلب السلام والأمن لأهل فلسطين مع قدوم العام الميلادي الجديد. والعام الميلادي قطع تيار الكهربائي على أزيد من 33 ألف منزل في اليابان. ما حدث في اليابان يفسر حالة إنذار أعلنت في مدن تقع أقصى الشرق الروسي بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي. البقية معك زهرة تحل. أقصى شرق قارة آسيا حيث يقع الأرخبيل الياباني، تاريخ طويل يجمع هذه المنطقة من العالم بالزلازل، أحدثها ضرب اليوم بمنطقة نوتو بقوة 7 درجات فاصل 4 على سلم ريشتر. تلا الهزة تحذيرات من موجات مد عاتية أو ما يعرف بتسونامي على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو، وسط حديث عن ارتفاع لهذه الموجات بلغ نحو 5 أمتار.
تسبب الزلزال أيضا في انقطاع التيار الكهربائي عن أزيد من 33 ألف منزل في المناطق المحيطة بمركز الزلزال. وفيما يستمر تقييم الخسائر، دعا رئيس الوزراء الياباني السكان إلى الاستعداد لأي هزات أخرى. زلزال اليابان أعلنت في أعقابه حالة الإنذار في مدن بأقصى الشرق الروسي، حيث صدرت تحذيرات من خطر محتمل بحدوث تسونامي دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن. في أنباء قارتنا الإفريقية، التحدي الأمني إلى جانب تحديات أخرى على طاولة فيليكس تشيسيكيدي منحته صناديق الاقتراع الثقة لقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية. تشيسيكيدي فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على أزيد من 73% من الأصوات، والنتيجة تشكك في مصداقيتها المعارضة وتطالب بإلغاء النتائج التي صدرت رسمية لرئاسيات الكونغو الديمقراطية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المغرب، وهذا أبرز عنوانها. الملك محمد السادس يتبادل تهاني العام الجديد مع عدد من زعماء العالم. والآن إلى التفاصيل. بمناسبة حلول السنة الميلادية 2024، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقة تهنئة إلى قادة الدول وحكومة الدولة أو الدول الشقيقة والصديقة، أعرب فيها جلالته عن متمنياته لهم بسنة سعيدة يعمها السلام والرخاء. وبنفس المناسبة توصل صاحب الجلالة ببطاقة ورسائل تهاني من قادة هذه الدول وعدد من سامي الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والسعادة وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله. ويتعلق الأمر إلى حدود هذا اليوم بالملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا كل ما لدينا، شكرا على المشاهدة، وما تنسوش ديروا الجيم والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.